وسع للكنافة بالبرتقال. بس ايه حدوتة، يلا بينا. صينية وندهنها زبدة، وهات شوية الكنافة حطها وزي ما هي كده ما تقطعهاش، وعلى الوش حط شوية سكر ومعلقتين زبدة سايحة وغرق بيهم الوش. دخلها الفرن على 180 10 دقايق وعينك عليها. ودلوقتي هنعمل صوص البرتقال. في حل على النار نحط كوباية برتقال فريش ورشة فانيليا ومعلقتين نشا ومعلقتين كاسترد وده من عندي وثلاث معالق سكر، ودوب الحلويات دي. واول ما تسخن حط بشر برتقال وقلب تقليبه حلوه. الواد حدوته مروق عليكم. واول ما توصل للقوام ده سيبها على جنب تبرد. طلع بقى الكنافه، حط عليها صوص البرتقال اللي احنا سيبناه يبرد ده، وزعها كويس، وعلى الوش حط شرايح برتقال وشويه فستق. وكده كده المكسرات براحتنا، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش ليه حاجه عندنا. شكلها رايق والله. اعمل سيف للحلقه دي لانك هتحتاجها في رمضان، هتحتاجها في رمضان. الكنافة دي لازم تبقى على سفرة رمضان. كل سنة وانتم طيبين.